يلا نعمل مع بعض النهاردة الفول للسحور. كل سنة وانتم طيبين. جبت كيلو من الفول المدمس اللي انتوا شايفينه ده، الفول بتاع المدمس. دلوقتي غسلته وصفيته زي ما انتوا شايفين، ومجهزة مية بتغلي. هسقط فيها الفول بتاعي، وبعدين هطفي النار وهغطي عليه في المية المغلية ديت لمدة ساعتين، وبعدين نرجع مع بعض تاني نشوفه بقى عامل ازاي. هنسيبه ساعتين في المية المغلية من غير ما يكون والع عليه ولا حاجة. وهنحضر بقى الحاجة اللي هنحطها معاه. هنحط 4 طماطمات زي ما انتوا شايفين كده، قرنين فلفل، بصلتين صغيرين، شوية جزر كنت مفرزاه، خدت منه شوية كده، قطعتهم مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وجبت قطعتين بنجر، والبصل قطعته، والفلفل والجزر، وجبت شوية من العدس وشوية من الفول المدشوش. كل الحاجات ديت مغسولة وجاهزة ومتصفية. هنيجي بقى نشوف الفول بتاعنا بعد الساعتين. الفول بتاعنا اهو. علشان ما ياخدش وقت في التدميس انا بعمل الخطوة دي، بحطه في المية المغلية ديت لمدة ساعتين، وبعدين هغلي مية تانية في حلة تانية. صفيت اهو من المية بتاعته، وغليت مية تانية زي ما انتوا شايفين. هسقط فيها الفول بتاعي. تمام. وبعد كده هنحط كل المكونات اللي احنا جهزناها معاه. هنحط شوية العدس، شوية الفول المدشوش، والطماطم والبصل والفلفل والبنجر والجزر، كله هنحطه مرة واحدة معاه بالشكل ده. وهنغطي بقى عليه، نسيبه كده لحد لما يبدأ يغلي. هنسيب النار عالية لحد ما يبدأ يغلي. هوطي عليه ونسيبه براحته خالص بالشكل ده. تمام كده. بعد 4 ساعات تقريبا، طبعا كل فترة بكشف الفول وبقلبه علشان ما يلزقش من تحت. شايفين اهوت الفولية استوت ما شاء الله. هبدأ بقى ان انا، طبعا ملاحظين ان المكونات كلها طلعت فوق كده، فانا هاخدها في الخلاط. هاخد بقى الجزر والفلفل والبصل كله طافي فوق الحلة من فوق، فهاخده وفي الخلاط بتاعي كده، وهفرمه علشان ما يبقاش شكله عامل كده وما نعرفش، ويبقى شكله مش حلو كده. فرمته وبرجعه تاني مع الفول. طبعا بعد الخطوة ديت الفول دوت حكاية، طعمه حكاية ومختلف جدا، هتدمنوا الفول بالطريقة دي، ومش هتشتروه تاني من بره ابدا. كده ما شاء الله الفول بتاعنا بقى جاهز. تمام كده. خدت منه هوت في طبق، وضفت له طبعا الملح والكمون والزيت
ومعلقة من الطحينة. ما شاء الله، طبق تحفة ومختلف عن اي فول هتدوقوه في اي حتة تانية، وبألف هنا وشفا.